شاشتكم الكريمة أن هناك خط ترانزيت خاص علمنا به من بعض المسؤولين العرب أن هناك خط ترانزيت خاص من إيران يمر عبر الأراضي العراقية إلى سوريا. هذا الخط الترانزيتي هو إمداد خاص للنظام، ومن أجل أن يستمر في قتل الشعب السوري. كذلك ما يشاهده كل فترة وفترة من أن هناك قوات من الجيش سواء كان الإيراني أو من قوات حزب الله هي من تشارك النظام في قتله. إذا الآن على أصدقاء سوريا أيضا أن يمنعوا هؤلاء من تدخلهم الصريح وتدخلهم في قتل الشعب السوري. هذه المهمات المتعددة لابد أن تتضافر من أجل تحقيق مطالب الثورة وتحقيق على كل حال من أجل تطبيق حمايته. على كل حال سنتابع بالطبع هنا على الجزيرة مباشر بالنقل الحي، وأيضا من خلال اللقاءات والحوارات مؤتمر أصدقاء سوريا غدا في اسطنبول، كما نتابع الشأن السوري بشكل عام والشؤون العربية. أشكرك سيد محمد سرميني ممثل المجلس الوطني السوري من اسطنبول، وكذلك سيد خلدون نبواني الكاتب والباحث السوري من باريس.